السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. شفت فيديو لسلامة عبد القوي، والله لا أستطيع أنه أصفه بالشيخ. سلامة عبد القوي هذا يعني سبحان الله، أنا كنت من متابعينه، يعني كنت أحضر دروسه في قناة الناس، فما بعرف انضرب عقله، يعني ما أستطيع أني ألتمس له عذر. شيخ حاصل يمكن على ماجستير أو دكتوراه، وعبطلع بكل فيديو أضرب من التاني، عبسفه دماء شهدائنا، وطالع بفيديو عبقول جزاكم الله خيرا يا شيعة. يمكن شفتوا الفيديو هذا، والشيعة مسلمين والشيعة كذا، وعم يمدح فيهم وعم بجد بالشيعة فقط لأني دخلوا بحرب مع إسرائيل. حرب ما هي حربنا، حرب ما هي لنصرة الأقصى، حرب لأجل المفاعل النووي الإيراني. فالرجل مباشرة يعني اعتبر أنه هي الحرب دفاعا عن الأقصى وعن فلسطين. طيب السؤال هو الذي يطرح نفسه، لو كانت أمريكا ما قصفت إيران، لو كانت أمريكا ما قصفت إيران، كنا شفنا هاي الحرب؟ يعني يا أخي خلاص نحن رح نخليكم تساووا مفاعلات نووية، أو نجحت يا أخي المفاوضات ونحن والله موافقين أنكم تنقلوا مفاعلات نووية إلى روسيا، أو بأي طريقة معينة، أي طريقة ما قصفوا إيران. هل كانت يا ترى إيران رح نشوف الصواريخ الإيرانية تهبط على تل أبيب نصرة للأقصى؟ ما علينا، ما هذا هو موضوعنا. موضوعنا إنه يا إخوان أنا اليوم ورايح للريف الشمالي للمخيمات، فاستوقفني مشهد هيك، مسجد مدمر. لما سألت مين دمر المسجد قالوا لي والله النظام، وكان من خلفه ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الشيطان. فبدي أورجي لهذا سلامة عبد القوي، هذا الأهبل أنت المهرج ولا ما بعرف يعني شلون الله عامي على بصيرتك هيك. لورجيك شوف هدول، ها تفضل. أنا يا إخوان عبصور من وين؟ أنا عبصور من مسجد. شايف يا سلام عبد القوي، شايف يا سلام عبد القوي مساجد الله؟ هي مساجد المسلمين السنة، هي مساجد المسلمين السنة، وهي جبهة الشمال السوري. وهون كانوا، هون على بعد أمتار كانوا الحرس الثوري الإيراني وحزب الشيطان، وكانوا يقصفوا مساجد أهل السنة. شلون هن مسلمين واخوان المسلمين وبدهم ينصروا الأقصى وفلسطين، وعبدوها عن فلسطين وعبحطموا مساجد أهل السنة. شايف التحطيم؟ شايفين يا أخوان؟ يعني أنت والله يا شيخ سلام عبد القوي فعلا الله بده يحاسبك، يعني الله بده يحاسبك، لأن أنت ما بتحكي فقط كلام سياسي، عم تحكي كلام سياسي وديني، وعم بتدلس كثير على الناس، على العوام. انت عم بتدلس على العوام ان ايه وهدول الشيعة واخواننا ومسلمين. تفضل شوف يا شيخ سلام عبد القوي، شوف اسأل السوريين عن الريف الشمالي. نحن بعد نبل والزهراء حاليا باتجاه اعزاز قبل تل رفعت، اسأل مين كان موجود هون ومين كان حاطط السواتر الترابية. شايفين يا اخوان؟ حيقولوا لك الحرس الثوري الإيراني وحزب الشيطان. وهنيك كان في قصور الحجاج، عاملين قصور لألون، قصور الحجاج، حتى سموها هيك حجاج، يعني أي مقاتل أي مجرم سافر بده يجي لعنا ويقاتل ويسفك دماءنا بعملوا له بيت هنيك ولا قصر في قصور الحجاج. وحتى حوالين القصور يا اخوان بتعرفوا معمولين كباريهات. ان شاء الله اذا يعني الله يعني طعمني وجيت للمنطقه بدي اصور، يعني جنب القصور عاملين كباريهات، نوادي ليليه وبيوت لعارة زواج متعه. تفضل قاتل واسفك دماء السوريين وتمتع، واهدم مساجد اهل السنه حتى يجيك سلام عبد القوي هذا الشيخ الاهبل جزاكم الله خيرا يا شيعة، وعبدلس على الناس وعبدلس على العوام. ما بعرف. تفضلوا يا اخوان، شايفين هاي مساجد اهل السنه اللي دمرتها الشيعة، وبيجيك سلام عبد القوي بقول لك هدول اخواننا. طب اخواننا يقصفوا مساجدنا، شلون صارت معك؟ السلام عليكم.